الحالة الأخيرة اللي عايز أتكلم عليها رقم 4، ده يعني أنا اخترت 4 حالات من يعني الحمد لله ربنا يعيننا وقدرنا إن إحنا من الساعة 10 الصبح واقفين على رجلينا لغاية دلوقتي داخلين على الساعة 2 بالليل. أنسة بنوتة صغيرة عندها 18 سنة وجاية من الصعيد. طبعا مش عايز أقول برضو يعني داخوا بيها، ويعني شوية التشخيص مش واضح وبالتالي العلاج مش واضح. البنت دي عندها حاجة اسمها اوتو اميون كومبلكس. يعني ايه اوتو اميون كومبلكس؟ امراض المناعة بتيجي في صورتين، يا اما برايمري ديزيز يعني مرض اولي وحيد، يعني مريض عنده روماتويد يعني عنده روماتويد بس، مريض او مريضة عندها ذئبة حمراء يعني ذئبة حمراء بس، او بيبقى كومبلكس. يعني ايه كومبلكس؟ يعني روماتويد ويجي يشبك معاه مع المرض الاولي الاساسي ده سمات وحاجات وشكوى من امراض مناعيه اخرى. يعني مريض يبقى روماتويد ويجي ياخد معاه سمه او سمتين من متلازمه بهجت، ويجي ياخد معاه سمه او سمتين من متلازمه شوجل، وهكذا. دي كده بقى اسمها كومبلكس. كومبلكس يعني اكتر من مرض مناعي موجود في حالة واحدة، وبيبقى فيه مرض أولي اللي هو الأساسي اللي هو البرايمري ديزيز، والأمراض الأخرى التوابع بتكون متشابكة معاه ولكن ما تجيش في صورتها الكاملة. يعني ما يجيش مرض بهجت في صورته الكاملة، لا، يجي ياخد صفة أو صفتين أو سمة أو سمتين من مرض بهجت، يجي يركب على الروماتويد وهكذا. الأنسة اللي جت وعندها 18 سنة من الصعيد عندها ذئبة حمراء مع سمات من الروماتويد مع متلازمة شوجلينز. البنت ما بتبلعش الأكل، ما بتعرفش تبلع. البنت لازم تزق الأكل بمية عشان الأكل ينزل في معدتها. والحقيقة كانوا عاملين بعض التحاليل وكانوا تواصلوا معانا، يمكن قبل كده طلبنا لهم بعض التحاليل يعملوها. وكمان عندها ما يسمى بظاهرة رينولدز فينومينا أو رينولدز سندروم. إيه رينولدز ده؟ رينولدز ده التهاب مناعي في الأوعية الدموية الطرفية. يجي يعمل إيه؟ في البرد فصل الشتاء الأطراف الأصابع والتبس بتاعت الفينجرز بتاعت الأصابع من هنا مع العقلة الأولى وأوقات يمتد للإصبع يحصل فيها الشرايين تنقبض ويبقى لون الصوابع أزرق. ولو ما اتعالجش في بعض الحالات المتقدمة بيجيب غرغرينة في أطراف الأصابع. يعني ممكن الصباع يتقطع فعلا، يحصل فيه غرغرينة بسبب إن الشرايين اتقفلت، شرايين الأطراف بتاعت الأصابع. طبعا يعني البنت دي داخوا بيها ويعني يعني ما راحتش يمكن لحد يعرف يشخص حالتها مظبوط. فالبنت دي طبعا الذئبة الحمراء عامله لها مشاكل كبيرة جدا في الكلى، وعامله لها مشاكل كبيرة جدا في الغدة الدرقية، وعامله لها مشاكل كبيرة جدا في الجهاز الحركي ككل. الجهاز الحركي زي ما قلنا قبل كده المفاصل والأنسجة الرخوة وهكذا.
متلازمة شوجرن معاها كاملة متلازمة شوجرن ومعاها رينولدز، إن ده معناه إن كمان وللعلم إن أمراض المناعة معظمها والناس ما يعرفوش كده بتجيب التهاب في الأوعية الدموية. في أمراض تجيب التهاب في الأوعية الدموية الكبيرة، وفي أمراض تجيب التهاب في الأوعية الدموية الطرفية وخصوصا الشريانية، وده بيظهر بالكشف الطبي على المريض. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى كتبنا لها العلاج اللازم ليها واديناها التعليمات اللي تمشي عليها، وعرفناها النظام الغذائي كمان اللي تمشي عليه، لأن زي ما حضراتكم عارفين أمراض المناعة مش مجرد أدوية بياخدها المريض، ده احنا بنعلم المريض وبنفهمه طبيعة المرض. لازم المريض يبقى واعي وعارف طبيعة المرض بتاعه، ولازم يعرف النظام الغذائي والممنوعات، ولازم يعرف النشاط البدني بتاعه هيعمل ايه. يعني اللايف ستايل كله والنمط الحياتي والمعيشي بتاع المريض احنا بنعلمه له، مش مجرد بنكشف على العيان ونديله دواء، لا. علاوة على ذلك احنا المرضى بتوعنا علاقتنا بيهم لا تنتهي. احنا عاملين نظام متابعات مع المرضى لأول مرة اتعمل في مصر. احنا المرضى كلهم حتى اللي من المحافظات البعيدة والمرضى اللي عندنا اللي من خارج مصر، عندنا فريق طبي كامل بيتابع حالة المرضى كلهم ب24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، متابعين حالات المرضى بتوعنا. حاجة التانية، جميع الحالات الجديدة عشانها بيبقى حالات حرجة ومعقدة، احنا لازم بنعمل متابعة اسبوعية تفصيليا بيننا وبين المريض عشان نعرف مدى استجابة جسمه للعلاج خطوة بخطوة ومدى تحسن حالته، واذا كان في اي تغيير في خطة العلاج بعد اول شهر. الحمد لله كملنا اليوم بكل حب وود وتعاطف وإخاء مع المتابعين ومع المرضى.